ولد عملها له يا ولد يا ولد على اللاعب كارلوس باكا. كارلوس باكا واحد من اللاعب. برلسكوني تحدث دائما 89 والمالي مولا رقم 2 وايضا اللاعب ماوريسيو. هنا الكره مقطوعه من ديونج وتدخل قوي وحكم اللقاء. نشوف هنا ادي امامنا حكم اللقاء اليوم، حكم 10 لقاءات لاودينيزي وانذار لبالوتيلي. راح يعتذر امامنا. هو لسه بنحكي على السلوك المثالي وادي امامنا هنا بالوتيلي. ادي بالوتيلي حاول الحكام يقول لك بالوتيلي. لقاء اليوم الهدف الاول بالوتيلي بعد 5 دقائق، ثم صدمه ثانيه بهدف عن طريق بونافنتورا. وامامنا هنا انطونيو دي ناتالي سادس هدافين سيري A في الدوري الايطالي. طبعا هذا النجم انطونيو دي ناتالي اللي بياتي بقى برصيد كام؟ برصيد 207 هدف. على طول كالابريا وكره في اتجاه علي عدنان، ولكن تطلع الكره من علي عدنان الى خارج الملعب. وشفناه بقى مع يعني بطولات دوري في اوكرانيا ولقب دوري اوروبي كلنا لكالابريا. انذار لكالابريا. دي ناتالي وكره اوروبي في عامين متتاليين امام بنفيكا في 2014 كان سجل ركله الترجيح. لاعب مولا اساسي في لقاء امبولي الماضي. لسه الريتم الاداء معروف عنهم القوه الشراسه. اكتر فريق يفتح اللعبه ناحيه علي عدنان. ادي امامنا النجم العراقي علي عدنان، لكن مش مظبوطه. علي عدنان 36 لقاء مع المنتخب، رابع لاعب كبير، ولكن طبعا سبعه نقل من نادي امبولي في عام 2004. مهم في هذه الجبهه اليسرى علي عدنان. ادي اداء مميز طبعا. شوف الهجوم فوزي غايبه عن الميلان النهارده. الفرنسي سجل هدفي اللقاء في ملعب سان سيرو، وكان ايضا 2-1 لاودينيزي في هذا الملعب. كان اللاعب جوارين اشار لهم بفانيله الميلان، يعني دائما وابدا تصرفات هذا اللاعب. انتر في 2012 2013 وستراماتشوني في العام الماضي يعني نجاه بالعافيه بالكاد مركز سادس 10 طبعا في الدوري والبقاء. وفريق يعني يحاول ورايا الركنيه طبعا اللي تم كسرها في الالتحامات الماضيه. هذه امامنا هنا مباراه الميلان. نادي الميلان رومانيولي صغير لعيب مميز. علي عدنان يحاول لكن على طول دي ناتالي والدقيقه 11 مع انهيار يعني في اداء. ادي امامنا كالابريا. ادي اللاعب كالابريا، لاعب دافيدي كالابريا 18 سنه اللي امامنا ده اللي واقع في ارض الملعب. شوف امامنا ادي اخلاقنا بقى اخلاق علي عدنان. برافو علي عدنان. امامنا هو بيلعب لقائه الخامس. علي عدنان من نجوم كان كاس عالم للشباب كرابع 2013 في تركيا. ادي علي عدنان. ارتطام طبعا غير مقصود مع اللاعب كالابريا. بالثلاث نقاط حتى الان اللي ممكن بقى زي ما قلنا الانتر في 12 نقطه في الصداره، وايضا الفريق اللي بيليه فريق تورينو عنده 10 نقاط، فيورنتينا 9 نقاط. كرة على طول ملعوبه، محاوله بالجانب علي عدنان اودينيزي، ومحاوله نزول دوفانيزي اللي طبعا هيلعب مع فريق اتلانتا ويلعب امام كروتون طبعا فريق نادي الميلان. لسه في شهر ديسمبر. في الجنب الشمال علي عدنان. اظبط يا علي المره دي على طول.